أهلا وسهلا بحضراتكم. ميعادنا مع الفيديو الخاص بأخبار النادي الإسماعيلي، وإن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن بعض الأمور أو الكواليس اللي بتحصل جوه نادي الإسماعيلي. طبعا أكيد بنشكر حضراتكم على الدعم اللي على طول بتقوله لنا، وأكيد طبعا أكتر من حد بعت لنا الحقيقة إن هو بيدافع علينا، في أكتر من حد بيشتمنا أو بيوجه لنا انتقاد يعني بشكل قليل الأدب. فإحنا بنشكر كل الناس اللي بتدافع علينا الحقيقة، والناس اللي بتقول لنا إن إحنا ما نردش على حد، وإن إحنا ما نشغلش بالنا بحد، وإن إحنا مكملين في طريقنا للنادي الإسماعيلي. وأنا عايز أقول حاجة، والله العملية كلها كورة، وإن إحنا بنطلع نعمل فيديو بنتكلم مع بعض وبنناقش في وجهات نظر بعض، فملهاش لازمة إن إحنا نتطاول على بعض أو إن إحنا نغلط في بعض وبنشيل ذنوب. وأنا عايز أوجه رسالة لأي حد بيحاول إن هو يعني ينتقدني أو يشتمني، أنا مش مسامحه وخصيمه يوم القيامة قدام ربنا، ويوم القيامة إن شاء الله هاخد حقي. يلا سريعا نبتدي. وأول موضوع معانا وهو إن النادي الإسماعيلي متمثلة في إدارته بتبلغ الكابتن عماد سليمان إن هو يكون مسؤول عن القائمة الأولى عشان يتم تسجيلها في اتحاد الكورة. زي ما احنا عارفين إن كابتن عماد سليمان هو رئيس اللجنة الفنية اللي موجودة جوه النادي الإسماعيلي. ممكن حضرتك ترد عليا وتقول لي طب موقف الكابتن أحمد العجوز إيه، وكابتن عصام عبد العال وأبو طالب العسوي وأسماء اللعيبة اللي احنا أعلنا عليها قبل كده. خليني أقول لك إن الأسامي دي موجودة جوه نادي الإسماعيلي عشان تبدأ إن هي تشوف اللعيبة الجديدة اللي من المفترض إن النادي الإسماعيلي هيتعاقد معاها، وده طبعا في حالة لو الفيفا قبل الاستئناف أو قبل الخطاب اللي مرسل من النادي الإسماعيلي. ولكن خليني أقول لك إن الكابتن عماد سليمان هو اللي مكلف بتشكيل القائمة الأولى اللي من المفترض إن يتم النادي الإسماعيلي تسجيلها. والفيديو بتاع امبارح قلت لك فيه أكتر من 18 لعيب اللي هم بيشاركوا مع النادي الإسماعيلي الموسم اللي فات، وإن هيتم تكملة القائمة دي ببعض اللعيبة من 2005 و2008 لحين صدور قرار الفيفا بفك القيد عن النادي الإسماعيلي. نأمل إن شاء الله إن الموضوع ده يتم على خير، ومن بعدها النادي الإسماعيلي هيبدأ في تسجيل الصفقات الجديدة اللي من المفترض إن النادي الإسماعيلي يسجلها في القائمة التانية. خليني أقول لك بس بالمناسبة، اللجنة الفنية اللي موجودة ملهاش أي علاقة خالص باختيار الصفقات الجديدة ولا المدير الفني. اختيار الصفقات الجديدة والمدير الفني تم باختيار من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي فقط لا غير، وإن اللجنة الفنية ملهاش أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد أي حاجة جديدة جوه النادي الإسماعيلي. كلنا كجمهور للنادي الإسماعيلي عندنا ترقب، والحقيقة ما عندناش صبر لحد ما نشوف القرار اللي هيصدر من الفيفا، هل هيكون في صالح النادي الإسماعيلي ولا لا. وزي ما احنا عارفين إن الفيفا عاقبت النادي الإسماعيلي بعقوبة تأديبية وهي سيئة السمعة، والعقوبة دي بإيقاف القيد لفترتين، وإن النادي الإسماعيلي على موعد مع العقوبات التأديبية من الفيفا. والنادي الإسماعيلي تم عقابه الموسم اللي فات بفترتين قيد، وللأسف الموضوع كله كان ضد مصلحة النادي الإسماعيلي. كلنا عارفين الأزمة الشهيرة اللي الفيفا فتح القيد للنادي الإسماعيلي عن طريق الخطأ، وإن النادي الإسماعيلي سجل اللاعب السيد ربيع مهاجم بور فؤاد في الوقت الحالي، وإن اللاعب ما شاركش مع النادي الإسماعيلي في ولا مباراة. طبعا عارفين الأزمة الشهيرة اللي النادي الإسماعيلي نزل بيان على صفحته، والإسماعيلي قال في البيان بتاعه إن هو هيقاضي الفيفا بسبب إن هو فتح القيد وقفله مرة تانية. وهنا الموضوع إن الفيفا للأسف عاقب النادي الإسماعيلي بعقوبة تأديبية لفترتين بسبب إن النادي الإسماعيلي اخترق العقوبة بتاعته وتم تسجيل اللعب. والفيفا قال للنادي الإسماعيلي إن أنت كنادي معاقب من القيد، فأنت إزاي بأي حق تأيد اللعيب؟ النادي الإسماعيلي رد عليه وقال له أنا أيدت اللاعب بناء على إن أنت فتحت القيد. كان ساعتها رد الفيفا واضح وصريح، انت معاقب وما يحقلكش خالص ان انت تأيد اي لعيب. دي الازمه الشهيره اللي حصلت السنه اللي فاتت، وبناء عليه النادي الاسماعيلي اتعاقب لفترتين قيد بسبب الازمه اللي انا قلت لحضراتكم عليها. كلنا طبعا في انتظار ان النادي الاسماعيلي يترد عليه من الفيفا، ونأمل ان شاء الله ان الفيفا يقبل الطعن او الخطاب المقدم من النادي الاسماعيلي بفك القيد عشان النادي الاسماعيلي يقدر يتعاقد مع لعيبه جديده وصفقات قويه، عشان الموسم اللي جاي الموضوع هيكون صعب جدا جدا ان احنا نكمل الموسم بنفس اللعيبه اللي كملت معانا الموسم اللي فات. فان شاء الله ممكن حضرتك وانت بتسمع الفيديو ممكن بعدها بيوم باتنين بتلاتة يطلع رد الفيفا، وساعتها ان شاء الله هنطلع نعمل لكم فيديو سريعا نبلغكم ونعرفكم الامور كلها هتروح لفين وايه هي الخطه اللي بعد ما يصدر قرار الفيفا. تعالوا نروح ان نادي الاسماعيلي في انتظار وصول لاعبه المحترف إيريك تراوري عشان يتم الجلوس
الجلوس معاه بشكل ودي ويتم فسخ التعاقد معاه، وإن النادي الإسماعيلي لا يرغب في إكمال تعاقده مع إيريك تراوري لفترة جاية. وده بسبب إن النادي الإسماعيلي قدر إن هو يتعاقد مع 5 لعيبة أجانب. هتقولي إزاي تعاقدوا مع 5 لعيبة أجانب؟ هقولك إن إحنا عارفين إن القيد مقفول، ولكن النادي الإسماعيلي قعد مع اللعيبة الأفارقة وتم الاتفاق على كل حاجة، وإن اللعيبة في انتظار إن النادي الإسماعيلي يتم فتح القيد ليه عشان يتم الإعلان وتسجيل اللعيبة بشكل رسمي. ولكن طبعا في مأزق، وهو إيريك تراوري لسه على ذمة النادي، فمن المنتظر إن اللاعب يرجع في الأيام القريبة اللي جاية عشان يتم الجلوس معاه والخروج بشكل محترم، وإن إيريك تراوري ما يرفعش قضية على النادي الإسماعيلي يطالب ببقية مستحقاته. فإن شاء الله عندنا ثقة في الكابتن عماد سليمان، لأنه هو اللي متولي الملف ده، وينجح في فسخ العقد بالتراضي بيننا وبين إيريك تراوري. إيريك تراوري طبعا الموسم اللي فات ما قدمش أداء كويس إلا في مباراة 2-3 بالكتير، ولكن ما كانش عندنا اللاعب المحترف اللي يقدر يشيل النادي الإسماعيلي، أو اللي يقدر إن هو يكون علامة فارقة في المباريات اللي بنلعبها، وزيه زي أي لاعب موجود معانا في الفريق. فنتمنى إن إيريك تراوري ما يكونش معانا الموسم اللي جاي، ويتم التعاقد مع لعيبة أفضل وأحسن منه، وده في حالة فتح القيد للنادي الفترة اللي جاية. نأمل إن شاء الله إن القيد يتفتح عن النادي الإسماعيلي. تعالوا نروح لأزمة منتظرة ضد النادي الإسماعيلي، وهي زي ما احنا عارفين إن النادي الإسماعيلي تعاقد مع 3 لعيبة أفارقة صغيرين في السن في يناير اللي فات. وزي ما عارفين كمان وقلت لكم في الوقت ده إن اللعيبة كانت موجودة وكانت بتتدرب مع النادي الإسماعيلي في انتظار فتح القيد عشان يتم تأييد اللعيبة ومشاركتها مع الفريق. في واحد من اللعيبة دول رفع قضية على النادي الإسماعيلي، وهو حاليا دلوقتي محترف في الدوري التونسي، وبيطالب ب200,000 دولار كعقده بالكامل ضد نادي الإسماعيلي. فأتمنى من مسؤول النادي الإسماعيلي إن هم يوصلوا لاتفاق مع اللاعب ويتم حل الموضوع بشكل ودي. واللاعب بيقول إن أنا انتظرت بعد ما مضيت العقد لمدة أسبوع، ولكن لا حياة لمن تنادي من إدارة النادي الإسماعيلي. 200,000 دولار مبلغ ضخم جدا، ومبلغ خزينة النادي الإسماعيلي أصلا ما فيهاش فلوس. فإن شاء الله الفترة اللي جاية يتم حل الموضوع بشكل ودي مع اللاعب، ويتم التنازل عن القضية اللي مرفوعة ضد النادي الإسماعيلي، لأن الفيفا الحقيقة من كتر القواضي خلاص يعني زهق مننا. نروح لموضوع يعني ممكن يكون إيجابي شوية لبعض من جمهور نادي الإسماعيلي، وهو لاعبنا محمد حسن. زي ما أنا قلت لكم في فيديو قبل كده إن إدارة النادي الإسماعيلي بترغب في تجديد عقد محمد حسن مرة تانية مع النادي الإسماعيلي، وإن محمد حسن أبدى رغبته في استكمال مسيرته مع النادي الإسماعيلي. محمد حسن للأسف ما ختمش الموسم مع النادي بسبب الإصابة القوية اللي جات له، وتقريبا ما لعبش معانا الدور الثاني بالكامل مع نادي الإسماعيلي. محمد حسن بيبدي مرونة في الشروط بتاعته عشان يكمل مع النادي الإسماعيلي، واللاعب مبسوط تماما جوه نادي الإسماعيلي. وخليني أقول لك بكل صراحة وبكل وضوح، حتى لو محمد حسن مشي من النادي الإسماعيلي، مين النادي اللي ممكن يرغب في التعاقد مع محمد حسن؟ أعتقد إن الأندية اللي هترغب في التعاقد مع محمد حسن هتكون مش أندية كمان في وسط الجدول، خصوصا إن محمد حسن ما ختمش الموسم مع النادي الإسماعيلي بسبب الإصابة. فالأندية مش هتجازف بالتعاقد مع لاعب مصاب، ولسه هيشوف الموسم اللي جاي إيه الدنيا هتكون فيه أو مستواه هيبقى عامل إزاي. فمحمد حسن بيقول إن أنا ما عنديش أي مانع إن أنا أكمل مع نادي الإسماعيلي، والراجل بيشكر جمهور نادي الإسماعيلي اللي بيسانده واللي بيحبه، ورسائل الدعم الكتيرة اللي بتوصل للاعب بعد إصابته مع النادي الإسماعيلي. ممكن في الوقت اللي جاي نسمع عن تجديد عقد محمد حسن مع النادي الإسماعيلي لموسمين واستمرار مسيرته مع النادي الإسماعيلي. أنا الحقيقة بحب محمد حسن جدا على المستوى الشخصي، شايف إن هو لاعب بيبقى عنده روح ولاعب بيحب نادي الإسماعيلي، ولكن كفنيا جوه الملعب الحقيقة مستواه بعيد تماما عن الفترة الحالية اللي النادي الإسماعيلي بيعاني منها، وإن إحنا محتاجين لعيبة تشكل خطورة وتعمل إضافة جوه الملعب. ولكن في كلا الأحوال أكيد بنتمنى كل التوفيق والدعم لمحمد حسن، وإن شاء الله الفترة اللي جاية لما يجدد مع النادي الإسماعيلي يكون إضافة في منطقة وسط الملعب، وننسى بقى الأداء السيء اللي لعبه مع نادي الإسماعيلي في المواسم اللي فاتت. تعالوا نروح لموضوع معانا، وهو قبول الفيفا استئناف النادي الإسماعيلي، وده بيخص اللاعب البوليفي كارميلو. أنا نزلت لكم
فيديو امبارح وقلت لكم ان الفيفا قبلت استئناف النادي الاسماعيلي، ولكن للاسف البعض بيشوف العنوان من بره وما بيتفرجش على الفيديو ويبدأ يكون سريع في التعليق عليه. حضرتك لو متابع جيد لينا وبتتفرج على الفيديو للنهاية هتعرف فعلا ان الفيفا قبلت استئناف النادي الاسماعيلي، وقلت لك كمان ان الفيفا قبلت استئناف الاسماعيلي بناء على الثغرات اللي النادي الاسماعيلي لقاها في العقوبة الموقعة عليه. فنأمل إن شاء الله إن الموضوع ده يتم في صالح النادي الإسماعيلي، وإن الناس اللي مسؤولة على الملف ده بتأكد بشكل كبير إن المبلغ هيتم تقليله جامد للنادي الإسماعيلي، وكمان ممكن العقوبة كلها تتلغي ومفيش أي فلوس على النادي الإسماعيلي. ده اللي إحنا هنعرفه في موعد البت في القضية الخاصة بالنادي الإسماعيلي، وإن الفيفا هيصدر أحكامه قريبا في شأن اللاعب البوليفي كارميلو مع النادي الإسماعيلي. خليني اقول لك ان الموضوع بيجري مننا للاسف، وان الامور كلها مش في صالح النادي الاسماعيلي، وان للاسف الوقت كل ما بيجري كل ده بيضر النادي الاسماعيلي. الانديه كلها بتتعاقد والانديه كلها بتظبط امورها. خلاص البنك الاهلي خلص في 2 لعيبه من غزل المحله، عمرو الجزار المدافع وبن شرقي لاعب خط وسط الملعب، الصفقتين ب 40 مليون، وفي لاعب هيخش من البنك الاهلي ضمن الصفقه دي للمحله. الناس كلها بتتعاقد مع لعيبه. عمر الساعة هيروح النادي المصري واحنا لسه مش عارفين القيد هيفتح ولا لا. تعالوا نروح لموضوع معانا تاني، وهو المدير الفني البرتغالي جواو موتا. زي ما احنا عارفين وزي ما انا قلت لكم بالتفصيل مسيرة اللاعب مع الأندية اللي دربها، وقلت لك ان النادي الإسماعيلي اقترب بنسبة كبيرة جدا جدا من التعاقد مع المدير الفني البرتغالي، وان المدرب مرحب ان هو يخوض تجربة جديدة مع نادي الإسماعيلي. عايز اقول لك ان المدير الفني البرتغالي جواو موتا موجود في القاهرة، وبالفعل إدارة النادي الإسماعيلي قعدت معاه، وكمان الناس اتكلموا معاه وعرضوا عليه الصفقات الجديدة اللي وقعت للنادي الإسماعيلي، ولكن لسه بانتظار قرار الفيفا بفك القيد إن شاء الله. يعني المدير الفني على علم حاليا بالصفقات اللي النادي الإسماعيلي مضى معاها، وإن المدرب عنده رغبة شديدة بخوض التجربة دي مع نادي الإسماعيلي. المدير الفني موجود مع إدارة النادي الإسماعيلي واتفقوا على كل حاجة، ولكن الموضوع متأجل بسبب قرار الفيفا هل هيصدر ولا لا. ولكن ممكن يتم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي، وده في حالة إن الفيفا تأخر في إصدار القرار الخاص بفك القيد عن النادي الإسماعيلي. المدرب موجود في القاهرة، الأمور كلها تقريبا شبه حسمت، ولكن الموضوع برضو مش بنسبة 100%، لأن إحنا عارفين مع النادي الإسماعيلي كل حاجة بتتغير في ثانية. بس إحنا هنا بنقول لكم التفاصيل. في تعليق جالنا من صديقنا في القناة الحقيقة وقال لنا يعني اتكلم عن المدير الفني ده واضغط على مجلس الإدارة إن هم ما يتموش التعاقد معاه وإن هو مدير فني فاشل. أنا الحقيقة مش مقتنع تماما بالمدير الفني البرتغالي، ولكن أكيد لو هو بقى مدير فني للنادي الإسماعيلي أكيد يهمني إن هو ينجح ويتألق وإن هو يكون له بصمة مع الفريق. ولكن الأندية اللي دربها قبل كده أو الإنجازات اللي من المفترض إن هو مدرب يعملها، فالحقيقة مسيرة تدريبية بالنسبة لي مش مقنعة، وشايف إن أنا في الظروف الصعبة دي والأمور الكارثية اللي بتخص نادي الإسماعيلي فكان لازم ولا بد ان انا اتعاقد مع مدير فني قوي، مدير فني يقدر ان هو يشتغل في اقل الظروف، مدير فني يقدر يطلع الامكانيات والخامة اللي من موجودة في اللعيبة. ولكن للاسف اعتقد ان الموضوع ممكن يكون اسوأ الفترة اللي جاية. ده رأيي في المدرب، ولكن لسه هنتكلم اكتر واكتر لما نشوف قرار النادي الاسماعيلي هيتم الاعلان بشكل رسمي ولا لا. دي كل المواضيع اللي اتكلمنا فيها في الفيديو. نأمل ان احنا ما نكونش طولنا على حضراتكم. ان شاء الله الفترة اللي جايه تكون خير وسعاده على النادي الاسماعيلي، واحنا كجمهور للاسماعيلي نسمع اخبار كويسه الفتره اللي جايه. اكيد يسعدني ان حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو، وكمان بنفكركم لو مش مشترك في القناه اكيد يسعدنا ان حضرتك تشترك فيها. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.